في قوله تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه أمنية نبي الله سليمان، وقد أعطي ملكا ونبوة. وانظروا إلى أمنية سيدنا نبي الله يوسف لما فتحت عليه الدنيا قال: وألحقني بالصالحين. يقول أهل العلم: يا لله، أنبياء وملوك يتمنون الدخول في عباد الله الصالحين. أنت لك قيمة يا عبد الله إذا لزمت العبودية. حتى الأنبياء يتمنون أن يكون معك يوم العرض على الله. سليمان يقول: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مهما كانوا بسطاء، أهم شيء أنه عبدا تقيا، أدخلني معه. يقول أهل العلم: من أراد ملكا بلا عرش وعزا بلا عشيرة فليلزم عتبة العبودية، فإنها العزة. الأنبياء تمنوا بعد أن فتح الله عليهم: وألحقني بالصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقال أن عبد الملك بن مروان كان يملك وقتها 22 دولة من المحيط إلى المحيط. خليفة الأموي جاء على فراش الموت وهو في دمشق، الآن على فراش الموت. وكان في دمشق رجلا غسالا، يعني يغسل ثياب الناس، لكنه معروف بالتقى والورع. يقول أهل دمشق: إذا سبح الله هذا الرجل التقي في الطريق فتحنا النوافذ، تدخل ذكر الله يدخل في البيوتات، رجل تقي. فقال عبد الملك بن مروان: ارفعوني إلى النافذة لعلي أشم ما تبقى من هوى دمشق، يعني يشم الوداع. فلما قربوه رأى هذا الغسال وهو يذكر الله، مشهور هذا الغسال. قال عبد الملك بن مروان: يا ليتني ألقى ربي بعمل وصحيفة هذا الغسال. عود يرجعون إلى عباد الله الصالحين. يا ليتني ألقى ربي بصحيفة هذا الغسال. فوصل الخبر إلى سيد التابعين ابن المسيب العابد التقي، قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. العبودية الصالحة.